قلت لكم قبل كده إن من البلاوي اللي ربنا بلانا بيها وإحنا اللي فينا مكفينا بلوة البودكاست. قعدة مصاطب حلوة، سبوبة في السريع المزحلق، والكلام مش بفلوس. أنكل أبو المعاطي زكي، أسطورة اليوتيوب وعالم ما وراء البحار، ملك الهبد والسيناريوهات الخزعبلية وتوقيع الناس في بعضيها، راح استضاف في بودكاست نجم الهبد والخيال العلمي ميدو. وفي خلال ساعتين من الهبد الفاخر، ميدو كالمعتاد عشان يطلع ترند راح مشرك الكرة المصرية كلها. شرك الثلاث بطولات حيلتنا اللي كنا بنفتخر بيهم، وشرك حسن شحاتة، وشرك جهازه الفني باتحاد الكرة بكله. طلعنا كلنا مجموعة من السحرة المشعوذين، ما نفرقش حاجة عن المتخلفين اللي عايشين في مجال أفريقيا، اللي بيعملوا وصفات من عينة ضفر حداية حولة مطحون مع قوانص فرخة عرجة مرشوش عليهم طحال ضفدع انتاية، وتدهن 3 مرات قبل الماتش هتكسب على طول. مش بس كده، ده ميدو راح معلي على روحه وراح بقى الليفل الوحش، وقال لك اتحاد الكورة بيصرف ملايين على الزئبق الأحمر. الزئبق الأحمر ده مش موجود غير في أفلام الخيال العلمي. وبعد ما ميدو توقف بسبب تلويث سمعة الكرة المصرية، راح طالع علينا كالمعتاد يقول لك كلامي تم تحريفه ولم أقصد مطلقا، وكأن الناس ما سمعتش بودانها. ده حتى حمادة صدقي طلع كدبه على الهوا. اللذيذ بقى في الموضوع إن بمجرد ما ميدو توقف، أبو المعاطي طلع عمل لايف بعنوان المقطع اللي تسبب في إيقاف ميدو، ودى الواد في داهية، وكمان بيتاجر بالمصيبة. كله بياكل عيش. المهم اللايك والشير، وادعي ربنا يهدي الغير. في بودكاست تاني، ما احنا خلاص بقى ما وراناش حاجة غير البودكاستات، الهبد بقى أساسي في حياتنا. المهم أحمد عبد الباسط أول مرة يعمل بودكاست اختار حسام الزناتي كضيف ليه. هتقول لي مين حسام الزناتي؟ هقول لك شاب صاعد واعد بسرعة الصاروخ، نبغة قلما يجود بيها الزمان. هتقول لي بيبيع ايه يعني؟ هقول لك ده كان ماسك لجنة المسابقات ايام الجنايني، ما كان بيرش مية على الدوري. طيب مؤهلاته ايه عشان يمسك منصب كبير كده؟ هقول لك ده كلام، ده كله مؤهلات، ده كفاية انه زملكاوي متعصب، واللي جابه هو اللي جاب جمال علام وطه عزت وكل العاملين في الاتحادات الرياضية ومفاصل الرياضة في مصر والإعلام كمان. مش مهم تكون مؤهل، مش مهم تكون عندك خبرات، مش مهم أي حاجة، يكفي بس إنك تكون زملكاوي من اللي بيحزقوا عشان تنزل بالباراشوت على منصب مهم في الرياضة أو الإعلام. المهم سي حسام طبعا شخصية ملهاش أي 30 لازمة، لو طلع يتكلم عن نفسه محدش هيتفرج ولا هيعبرهم هما الاتنين بتعريفة. فنعمل إيه بقى عشان نعلي المشاهدات ونجيب حق إيجار الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه؟ نهبدها بداية حلوة، وهو الكلام زي ما قلنا مش بفلوس. قوم إيه؟ إبان حقبته الميمونة في لجنة المسابقات. عمرو الجنايني حط الخرطوم على جنب واتصل بيه وقال له حدد ماتش للأهلي والزمالك اليومين دول بسرعة، عشان في مسؤول كبير أهلاوي اتصل بيه وقال له يا عمرو بيه ازيك وازاي الجنينة، والنبي يا عمرو بيه عايزين نلعب ماتش الأهلي والزمالك عشان الزمالك اليومين دول عنده إيقافات وإصابات، فعايزين بقى ايه ننزل ونستغل الموقف ده. فعمرو بيه الزملكاوي المتعصب اللي كان بيشتم الاهلي على صفحته الرسميه، اللي كان بيترقص لما الزمالك خد السوبر في الامارات وهو رئيس اتحاد الكوره، هو نفسه عمرو بيه ده فورا خد الكلمتين بتوع المسؤول الاهلاوي الرفيع ورفع سماعه التليفون على حسام الزناخي عشان يزنقوا الزمالك. امال ايه يا بيه؟ ده الاهلي نادي الدوله، حد يقدر يقول للاهلي لا؟ بس يا سيدي، وبعد كده انخرط في بكاء عميق، وبغض النظر عن قلب الحقيقي المعتاد من الزملكاوية، الناس كلها عارفة القصة الحقيقية، ومرتضى لما شرشح لهم والزناخي ده نفسه حط للزمالك ماتش المقاولين بدل الأهلي. بقيت القصة معروفة يعني، مش عايز أطول عليكم. لكن لما تيجي تهبد، اهبد في حاجة تعدي أو تتبلع. هو يعني الأهلي مستني الزمالك لما يبقى تعبان ولا مكيح عشان يكسبه؟ الأهلي طول عمره بيحط عليكم اتنين وخميس، ده حتى فريق الأحلام اللي كنتوا طالعين بيه السما خد على وشه. بس للأمانة
البودكاست مشي كما خطط له بالظبط بسبب الهبداية اللوز دي. البودكاست اتشاف والناس كلها اتكلمت عنه، وهنا يظهر فن ازاي تعمل من الفسيخ الزناخي شربات. ولسه لما هنشوف من البودكاستات واللي بيجي منها ناس ما عندهاش دم.